السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كل حبايبي؟ ان شاء الله. احنا هنعمل مكرونة لسباكيتي النهاردة بالصلصة، وان شاء الله تعجبكم وتجربوها بإذن الله حبايبي. احنا هنا طبعا معلقين الحلة فيها مية، بنحط فيها شوية ملح ومعلقة زيت. وطبعا احنا هنا المية بتاعتنا غليت يا حبايبي. وطبعا نزلنا بالمكرونه. فطبعا المكرونه الاسباجيتي طبعا زي ما احنا عارفين، في اللي بيكسرها قوي، في اللي بيكسرها يعني مثلا الكيس كده مكسر المكرونه على ايه نصين. انا كنت مكسره المكرونه نصين حبه زي ما انتم شايفينها اهيت. فطبعا بقى نزلنا الميه كانت بتغلي، فنزلنا بقى بالمكرونه. فطبعا بنعلي عليها اهوت يا حبايبي زي ما انتم شايفين. طبعا بقى ساعات ما بتاخد لها غلوه كده بنقوم موطيين. بس طبعا لما بتيجي تستوي ما بنسويهاش قوي يعني. فبنعمل بنسويها بنسبة 80% كده، علشان لما نيجي نقلبها في الصلصة ما تبقاش معجنة من هنا يا حبايبي. اهو زي ما انتم شايفين هي بقى كده المية غليت و... وطبعا احنا وطينا عليها حبايبي اهو. بسم الله ما شاء الله هيت جميلة يا حبايبي. ما شاء الله جميلة جدا. ان شاء الله جربوا الطريقه باذن الله وتكون سهله كده وجربوها ان شاء الله. طبعا احنا المكرونه بقى استوت وصفناها يا حبايبي زي ما انتم شفتوها حالا كده. احنا بقى صفناها وغسلنا وشطفناها بالميه على الحوض علشان ما تعجنش مننا. طبعا احنا هنا بقى معانا معلقتين سمنه في الحله اهيت. وطبعا بقى بنسيبها حبايبي لما بتقدح، عشان لما السمنه بتقدح بتلاقي طعم المكرونه جميل. وطبعا احنا هنا كان معانا طماطم كنت انا عاملاها صلصه اهيت. فطبعا لما المكرونه لما السمنه بتقدح زي ما انا قلت لكم يا حبايبي كده كده السمنه ما شاء الله قدحت زي ما انتم شايفينها اهيت. فبنبدا بقى ننزل بالصلصه حبايبي. طبعا عندك صلصه ماشي، عندك طماطم عصير طماطم فرماه في الخلاط عادي يعني. ده كويس وده كويس برضو يا حبايبي. طبعا بقى كده بنبدا ننزل بالطماطم بقى اللي احنا معصجينها او عاملينها صلصه يعني، عشان يعني محدش يا حبايبي، عشان ممكن يكون حد يعني فيكم يقول يعني معصجاه معصجاه، يعني احنا فرمينها واخدينها غلوتين كده على على البوتاجاز يا حبايبي، على ما تبدا ميتها تنشف منها. فطبعا احنا زي ما انا قلت لكم السمنه قدحت ونزلنا بالطماطم يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. طبعا السمنه لما بتقدح حبايبي وننزل فيها الطماطم بتبقى ريحتها جميله جدا، وهي بتتسبك كده على البوتاجاز يا حبايبي. ما شاء الله كده بدات الميه بتاعتها تنشف اهوت. وطبعا احنا زي ما قلت لكم احنا صفينا المكرونه وغسلناها وشطفناها بالميه. طبعا احنا طبعا بقى بنغطي الحله ونسيبها بقى على ما ما تستبك. وطبعا بقى ساعات ما بتغلي خد لها غلوتين بنوطي عليها علشان برضو ما تشيرش مننا الصلصه في الحله حبايبي. طبعا بقى نبدا ننزل بقى بالملح والبهارات بتاعتنا بقى. اي بهارات عندك انت حابه تحطيها حطيها اهي. طبعا دي بقى لي السبع بهارات عندي ديت حبايبي، دي بقى طبعا نجيبها من العطار. والملح. في بقى انت ممكن تحطي فلفل اسمر كمون، يعني انت ومزاجك يعني في في البهارات اللي تحبي تحطيها اهي. ما شاء الله جميله بدات تسبكات يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله جميله جدا والريحه جميله تحفه. ان شاء الله بقى كده الفيديو يعجبكم وتضغطوا لي لايك واشتراك في القناه. واللي اول مره يشوفني يضغط لي لايك واشتراك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل له مني كل جديد. وانا بشكر كل مشتركين قناتي واللي بيعلقوا لي. وبصراحه والله بحبكم من قلبي وربنا يديمكم في حياتي. والله وانا سعيده جدا بكل المشتركين عندي وطبعا منورين ومشرفيني في القناه. ربنا يا رب يبارك فيكم كلكم وبارك في عمركم حبايبي. ادي كده الصلصه اهيت ما شاء الله زي ما انتم شايفينها كده السبكت الحمد لله اهي. طبعا المكرونه اهي زي ما انتم شايفينها بعد ما انا غسلتها ما شاء الله مفرفره جدا وجميله. وزي ما قلت لكم لما بنيجي نسويها يلا بقى النبي عربي بقى، انا ماسكه المكرونه بايدي بقى النبي عربي. فطبعا يا حبايبي المكرونه احنا كنا زي ما قلت لكم احنا صفيناها اهيت وما شاء الله كده التسبيكه اتعملت السبكه الطماطم اتسبكت. فطبعا بقى نزلنا بالمكرونه فبنوطي عليها خالص. ليه؟ عشان كتر التقليب بقى بيخليهاش تعجن وتستوي زياده عن اللازم اهي. دي حبايبي بسم الله ما شاء الله جميله جدا اهي. طبعا نبدا بقى بالتقليب واحده واحده كده وبالراحه عليها عشان ما تعجنش مننا اهي يا حبايبي. ما شاء الله تبارك الله جميله اهي يا حبايبي. هنبدا اهي زي ما انا قلت لكم بالراحه كده عشان انتوا عارفين طبعا يعني على الطماطم ما اتسبكت بتبقى المكرونه بيبقى طبعا لازم يكون فيها نسبه نشا اي رغم ان احنا شطفناها على الحنفيه وكده بالميه
بس طبعا عشان طبعا بفنس بتنشا برضه فتبقى متماسكه شويه اهي. وادي احنا هنا اهوت بعد ما ما بدأنا بقى فككنا المكرونه واحده واحده كده في قلب الصلصه. طبعا الصلصه سخنه والمكرونه كانت بارده فبتاخد وقت شويه على ما نفككها في بعضها يا حبايبي. هي بسم الله ما شاء الله جميله جدا اهي. والريحه والله العظيم تحفه، الريحه تحفه ان شاء الله تعجبكم حبايبي. طبعا بقى بدأنا بقى بالتقليب اهوت اهي. كده بقى بسم الله ما شاء الله بعد ما خلصنا بقى تقليب اهي يا حبايبي اهي. المكرونه ما شاء الله جميله جدا، تجربوا الطريقه كده وتعجبكم. وان شاء الله تكتبوا لي في التعليقات بقى كده وعايزه بقى اللايك بقى بتاعكم علشان يرفع الفيديو عشان الكل يستفيد من الفيديو حبايبي اهي. ما شاء الله جميله جدا اهي يا حبايبي. طبعا احنا اهوت بنغرفها بقى في الطبق جميله ومفرفره ولا معجنه ولا حاجه اهو زي ما انتم شايفين يا حبايبي اهي. ما شاء الله جميله جدا اهي. طبعا بقى زي ما انتم شايفين كده بوسي طبعا بقى واقفه جنبي كده وانا وانا بعمل الاكل طبعا بوسي ديت القطه بتاع كوكي. ما شاء الله جميله يا حبايبي اهي. وادي كده المكرونه بعد ما غرفناها بالف هنا وشفا جميله جدا. وان شاء الله الطريقه تعجبكم وتكتبوا لي بقى في التعليقات يا حبايبي. دمتم في رعايه الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.